السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الروقان على كوباية الشاي الجميلة أو كوباية النسكافيه بعد ما الولاد ينزلوا على المدرسة كده ونقعد نشربها واحنا رايقين. بس ايه رأيك اما نجيب جنبها بقى كده قرصة جميلة طرية من القرص الجميلة اللي احنا كنا بناكلها عند أمهاتنا. يا مفيش بعد كده فطار، ولا في حلاوته ولا في سرعته ولا في طعامته. الوصفة اللي الكل بيطلبها مهما لفينا أو غيرنا في شكلها أو سميناها، برضو بنرجع للوصفة الأصلية الأصيلة الجميلة الهشة الطرية اللي بتبقى كلها عجوة أو حتى لو سادة، بس بتبقى خطيرة يا بنات مع كوباية الشاي الصبح كده. بتديكي انتعاش وبتديكي طاقة إيجابية لبقية اليوم. النهاردة هنعمل أحلى قرص طرية بلدي فلاحي حلوة قوي، شايفة يعني مفيش أطرى من كده. عجينة قطنية هشة مع جنب كوباية الشاي وألف هنا. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الوصفة. هنعمل واحد واحد واحد، يعني 1 كوباية لبن دافي، 1 معلقة سكر، 1 معلقة خميرة، وهنكمل بعدين. هنحط بقى هنا دلوقتي كيلو دقيق وهنحط عليه سمسم، والسمسم اختياري بس هو بيزود القيمة الغذائية. هنكمل بقى السكر هنا بمعلقتين، يبقى معلقة مع اللبن ومعلقتين مع الدقيق. معلقة صغيرة بيكنج باودر، وبعدين هنحط معلقتين خميرة، يبقى معلقة مع اللبن واتنين مع الدقيق. وبعدين 3 معالق لبن باودر، وده بيخليها لون، بيديله لون حلو قوي وبيديله طراوة كمان. هندخل بس المكونات الجافة كده مع بعضها، وبعدين نبدأ نحط مع علبة زبادي اي نوع اللي يعجبك، وبيضة واحدة بس، والبيضة هنا كمان اختياري زي ما تحبي بس هو بيزود القيمة الغذائية. ومعلقة خل صغيرة وكوباية سمنة. الكوباية السمنة ممكن تكون سمنة بس او سمنة وزبدة، سمنة وزيت اللي يعجبك، بس اهم حاجة ما تحطيش زيت بس. هنبدأ بقى في اهم خطوة في القرص اللي بتديكي القرص الأصلية، ان انت لازم تبسي العجين مع بعضه. يعني ايه نبسه؟ يعني نفركه بين ايدينا، ونفركه كتير حوالي 10 دقايق لربع ساعة. بعدها لازم نحط بقى هنا الخميرة اللي احنا كنا سايبينها في الأول مع اللبن ونعجن بيها. هنعجن العجين كويس قوي لحد هنلاقيه طري ومش مشقق، بس هو ناشف سنة. فهنحط نص كوباية مية دافية، وما تكتريش في المية لأن المية الزيادة بتنشفه. وكل ما تحطي مية هيشرب معاكي، لكن انتي ما تزوديش عن نص كوباية مية بس. هنلم بقى العجين كده مع بعض وما نعجنش كتير، لان العجن الكتير بيحولها لفطاير ما بتبقاش قرص. طب نوقف امتى؟ نوقف وقت ما نلاقي حته العجينه كده مش مشققه في النص، ناخد منها حته ونكورها بين ايدينا، ما نلاقيش فيها شقوق، هنلاقيها ملساء وطريه وبتفرد معايا. فاوقف وقعدها واسيب العجينه ترتاح 10 دقايق لربع ساعه لو احنا في الصيف، نص ساعه لو احنا في الشتاء، مش اكتر من كده. بعد كده العجينه خلاص دلوقتي جاهزه، برضو بختبرها بلاقيها ملساء وطريه لو وانا بكورها. هنبدا بقى نعملها مع بعض. هناخد قطعه من العجين ونبدا نشكلها. هتعمليها ساده، تعمليها بجبنه، تعمليها بعجوه. انا هنا عملت شويه بعجوه وشويه ساده. العجوه دي كنت انا عاملاها عندي في البيت، يعني انا اللي عامله المفصصه البلح وعاملاها. لو عايزه الطريقه اكتبي لي في الكومنتات وانا اقول لك عملتها ازاي. هنبدأ بقى نعملها كده. اهم حاجة ان احنا بناخد قطعة من العجين ونلفها بين ايدينا كده لجوه عشان تبقى كلها ملساء، لان لو فيها حتة مشققة او فيها حتة مش ملساء او مش متساوية بتبقى شكلها وحش، واحنا وهي مستوية في نفس الوقت بتبدأ العجينة كلها تشقق معايا. فبعملها كده وبخلي الحتة اللي كانت مفتوحة لتحت برصها لتحت، وبحاول برضو ان يبقى كله حجم واحد عشان يبقى ساعة التسوية ياخد نفس الوقت. طب بنسويها في ايه؟ يا اما بنسويها احسن حاجة في الصواني الالومنيوم، دي بتوزع الحرارة كويس قوي. نبعد عن البايركس يا جماعة وحش جدا جدا. ولو هنسويها في صواني تيفال يبقى نحط ورق زبدة تحت القرص عشان تخلي الحرارة ما توصلش بسرعة للقرص للعجين، وبالتالي ما يحمرش، ما ياخدش لون من تحت بسرعة ويبقى الوش لسه محمرش او من جوه لسه عجين. ودي كده بعد ما عملتها بسيبها مجرد 10 دقايق، بغطيها واسيبها 10 دقايق. تعالي بقى نعمل حركة كده شكلها حلو. بحط مضرب الكهرباء، بجيب اليد بتاعته وبحطها في قرفة
وبعمل شكل نجمة عليها من فوق. النجمة دي بتبقى بالقرفة، بتدي ريحة حلوة قوي قوي أثناء التسوية. كمان ميكس القرفة مع العجوة بيبقى طعمه خطير وحلو. ودي القرص السادة، أنا حطيت عليها حبة البركة. وده كده شكل القرص بعد ما استوت من تحت وخدت لون ذهبي جميل. مجرد ان انا هشغل عليها الشوايه دقيقتين، وده كده النهايه بتاعتها. خلي بالك انت ما تخليهاش تخمر كتير، بعد كل مرحله بنسيبها 10 دقايق لربع ساعه بس، عشان لو خمرت اكتر من كده الوش بيشقق، كمان ريحه الخميره بتطلع. لو عجبتك الوصفه لايك بقى للفطير، ولايك للفيديو، واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والف هنا على قلبكم. دلوقتي بقى نشيل الفطير الزيادة في كيس بلاستيك وعلى الفريزر على طول، بس بعد ما يكون برد تماما.